تصف لنا الأوضاع الميدانية هناك محمد نور، وهل بالفعل كانت هناك خروقات؟ نعم، اليوم مساء وقبل نحو ساعة ونصف أو ساعتين قتل مقاتل وجرح آخران من جيش المعتزل التابع للجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر أثناء تواجدهم في مناطق رباطهم قبيل وبعد الهدنة، وهي في بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي، عندما استهدفهم حاجز المفترض التابع للنظام السوري والقريب من حي الضاحية التابع لمدينة درعا بعربة شيلكا، ما أدى إلى مقتل محمد حسين زوباني وجرح آخرين من قوات المعارضة المسلحة التابعة لجيش الحر. أيضا النظام مساء قام باستهداف المزارع المحيطة بدرعا البلد بقذيفتين. طبعا هذه المزارع يتواجد فيها العشرات من المدنيين الذين هجروا من درعا البلد في شهر فبراير الحالي، عندما استهدفت الطائرات الحربية الروسية درعا البلد بوابل من القنابل العنقودية والصواريخ الفراغية، إلا أنه لم يقع قتلى أو جرحى في تلك المزارع التي استهدفها اليوم النظام السوري. المعارضة المسلحة وقيادات المعارضة المسلحة ما تزال حتى اللحظة تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، ولكنها تحذر من استمرار النظام السوري في تكرار مثل هذه الخروقات. عموما الحياة في درعا بدأت بالعودة تدريجيا. هناك مئات العوائل التي بدأت بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم فرادى وجماعات صغيرة. هذه العوائل كانت قد هجرت في هذا الشهر من بلدات الغرية الغربية والشرقية والصورة وعلمة والإحراك في ريف درعا الشرقي وطفس وداعل ونوى في ريف درعا الغربي. بدأوا بالعودة مع تخوف كبير عند هؤلاء العوائل من أن يعود النظام السوري إلى سابق عهده. أيضا هم يتخوفون من الطائرات الحربية الروسية، خاصة مع إعلان روسيا بأنها ستباشر في يوم غد أو في الأيام القليلة القادمة باستهدافها لجماعات لمن تصفهم بالجماعات الإرهابية. هناك تخوف كبير من هذا المصطلح. هم يقولون أن روسيا قصفت درعا بالرغم أن درعا خالية تماما من أو تكاد تكون خالية من تنظيم الدولة الإسلامية. يقولون أنها قصفت الأحياء السكنية والتجمعات المدنية، ما أدى إلى مقتل العشرة وجرح العشرات من المدنيين، وقصفت مواقع الجيش السوري الحر الموصوم عالميا بالقوى المعتدلة. عموما بدأت الحياة بالعودة. هذه الخروقات تؤثر سلبا على الأهالي، وهم يطالبون المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري من أجل إيقاف هذه التجاوزات والخروقات. شكرا لكم جميعا، شكرا لشبكة مراسلين في سوريا. من درعا كان معنا محمد نور، ومن ريف إدلب ميلاد فضل، وأيضا من حلب محمد عيسى. بعد الاطلاع على الأوضاع في حلب وريف